فوارد يكون والدي اختلط عليه الامر وهو الموضوع ما كانش دقيق بالنسبه له او ما كانش صح، فهو حكى لي الموضوع ده. لكن امبارح لما شفت على الفضائيات بعض الساده المحترمين المتخصصين قالوا ان المعلومه دي خاطئه، فانا طبعا بعتذر عن الكلام اللي قلته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اعلم بنيتي. انا كان قصدي ايه من الكلام ده؟ كان قصدي ان انا يعني نقرب من بعض. يعني انا فنان ده بيبقى زي سفير لبلده، فكنت قصدي ان انا اقرب المشاعر والعلاقات ما بين مصر والجزائر مش اكتر. لكن انا بعتذر للناس اللي اتضايقت من التصريح ده، وفخور ان كل الناس غيروا على مصر وعلى جيش مصر، وحقكم عليا، انا اسف. وهو طبعا انا قلت ان والدي اللي حكى لي، انا لا قلت لمسؤول حكى لي ولا حاجه، حاجه سمعتها عن والدي او من والدي وانا صغير وحبيت اقولها، كانت في مناسبه يعني. بس واضح ان انا غلطت واخطات، وانا بعتذر، حقكم عليا.